سلام وعليكم. قبل البدء هذه أبرز عناويننا. إسرائيل تفاجئ العالم بخطوة كبيرة بالمغرب وهذه تفاصيلها. الجزائر تفشل الشان قبل انطلاقه وهذا ردها الرسمي على شرط المغرب. لعنة المملكة الشريفة. تقرير أمريكي أسود حول الأوضاع بتونس وهذه تفاصيلها. دير لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس باش يوصلك انت الأول أخبار المغرب. الجزائر تفشل الشان قبل انطلاقه وهذا ردها الرسمي على شرط المغرب. أبلغت الجزائر موقفها الرافض للشرط المغربي في ردها على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بخصوص اشتراط الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للمشاركة في 2023 المرور المباشر لطائرة منتخب المحليين من المغرب إلى الجزائر. وكانت السلطات الجزائرية قد تفاعلت بسلبية بصفة غير رسمية مع الطلب المغربي يوم الأربعاء الماضي على لسان رشيد أوكالي رئيس لجنة تنظيم شان الجزائر 2023، حيث قال في مؤتمر صحفي: دفتر الشروط الخاص بتظاهرة رياضية مثل بطولة إفريقيا للاعبين المحليين ينص على أن مستضيف المنافسة ملزم بتأمين تنقلات وفود المنتخبات المشاركة داخل التراب الوطني. إسرائيل تفاجئ العالم بخطوة كبيرة بالمغرب. قال وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد إيلي كوهين أمس الاثنين إنه يعتزم حضور قمة منتدى النقب الثانية في المغرب في مارس المقبل مع شركاء من الدول العربية الذين قاموا بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاقات أبراهام التي أجريت تحت رعاية الولايات المتحدة في عام 2020. وشاد كوهين خلال مراسم أداء اليمين الدستورية والذي تولى منصبه الأسبوع المنصرم ضمن الحكومة اليمينية لنتنياهو باتفاقات أبراهام التي غيرت الشرق الأوسط بشكل كبير، مشيرا إلى أنها في العام المنصرم فقد تجاوزت التجارة بين الدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام 2.8 مليار دولار، مضيفا أنه بصرف النظر عن المساهمات الاقتصادية كانت هناك فوائد أمنية للاتفاقية بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة. وقال كوهين في الأسبوع الوشيك: سنعقد اجتماع بين رؤساء الوزارات في أبو ظبي استعدادا لقمة أخرى لوزراء الخارجية ستنعقد في المغرب في مارس القادم، مشددا على أهمية شراكة إسرائيل مع الولايات المتحدة والتي ستظل أولوية قصوى لمكتبه. وكانت إسرائيل قد استضافت في مارس المنصرم وزراء خارجية الإمارات والبحرين والمغرب ومصر والولايات المتحدة. سفير الصين ينفي تراخي بلاده في مواجهة كورونا ويعلق على قرار السلطات المغربية. في أول تعليق له على قرار المغرب حظر دخول المسافرين القادمين من الصين إلى أراضيه اعتبارا من 3 يناير لتجنب موجة جديدة من العدوى بفيروس كورونا، قال السفير الصيني بالمغرب لتشانغلين أن بلاده عملت على تشديد القيود للحد من انتشار كوفيد-19 في العاصمة بكين. وفي 26 من ديسمبر 2022 أعلنت هيئة الصحة الصينية نهاية مصطلح الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد واستبدلته بعدوى فيروس كورونا الجديد. وأضاف السفير الصيني في مقالة وزعها على مختلف وسائل الإعلام المغربية باللغة الفرنسية أن بكين خفضت مستوى خطورة وباء كوفيد-19 باعتباره مرضا معديا من الفئة A إلى الفئة B اعتبارا من 8 يناير 2023. وذكر أن السلطات في بلاده شددت من إجراءات الحجر الصحي للأشخاص المصابين، وفي نفس الوقت خففت القيود الصحية على الأشخاص والبضائع القادمة من الخارج. وأشار إلى أن بلاده كانت قد فرضت على المسافرين الذين يدخلون الصين فقط إجراء اختبار PCR في غضون 48 ساعة، وحاليا لن يخضعوا لاختبار PCR أو الحجر الصحي الإلزامي عند الوصول، مشيرا إلى أنه سيتم منح تسهيلات التأشيرة للمسافرين القادمين إلى الصين للعمل أو الدراسة أو لم شمل الأسري. ونفى السفير الصيني بالمغرب وجود تراخٍ أو تقاعس من سلطات بلاده في مواجهة المرض، وشدد على أن بلاده ستعطي الأولوية الآن لمواجهة الأمراض الخطيرة والوقاية منها، والهدف هو تقليل تأثير الوباء على التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد السفير الصيني أنه منذ تفشي وباء كوفيد-19 وضعت الحكومة الصينية دائما الناس وحياتهم فوق أي شيء آخر. لقد بذلنا قصارى جهدنا لحماية حياة الناس وصحتهم وخصصنا جميع مواردنا لعلاج كل مريض. على مدى السنوات الثلاث الماضية استجبنا بشكل فعال ل5 موجات عالمية من كوفيد-19 وتجنبنا انتشار العدوى بالسلالة الأصلية ومتغير دلتا، وهما أكثر مسببات للأمراض نسبيا من المتغيرات الأخرى. لعنة المملكة الشريفة. تقرير أمريكي أسود حول الأوضاع بتونس. أعد مركز سترافوري الأمريكي للدراسات الأمنية والاستخباراتية المعروف بقربه من المخابرات الأمريكية تقريرا شاملا حول الأوضاع بدولة تونس وصفه المتتبعون بالأسود. وجاء تقرير المركز المذكور بناء على طلب من وزارة الخارجية الأمريكية التي تسعى لتحديد موقف واضح من أحداث تونس. بالمقابل، اعتبر المتتبعون الذين اطلعوا على التقرير الأمريكي أنه نتيجة للعنة المملكة المغربية التي ستطارد الرئيس التونسي وفريقه حتى إزاحته من حكم تونس على حد تعبيرهم. ومعلوم أن العلاقات المغربية التونسية تمر منذ مدة بمرحلة برود دبلوماسي بعد إقدام قيس سعيد على استقبال إبراهيم غالي الرئيس المفترض لجمهورية الوهم واصطفافه بجانب نظام الكابرانات الحاكم بالجزائر طمعا في الغاز والبترول والأموال. وحسب ما جاء في التقرير، فقد طالبت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية بتونس سلطات بلادها بالتحرك الفوري لإزاحة الرئيس التونسي من على كرسي الحكم قصد الحفاظ على سلامة وأمن البلد من سوء تدبير قيس سعيد الذي سيتسبب في ثورة جياع ستحصد الأخضر واليابس. كما أشار التقرير إلى أنه وفي إطار جواب السفارة الأمريكية بتونس حول